يوه، انا تعبت منك يا بلدوزر. كل حاجه في حياتي لازم تبقى على مزاجك، كل قرار في حياتي لازم انت توافق عليه الاول. علشان خايف عليك يا عبيط. خايف عليا ولا عايز تتحكم فيا؟ اتحكم فيك؟ ده انا بلدوزر ياض، انا اللي ربيتك يا كريم. اهو رجعنا للاسطوانه دي تاني، كل ما اتخانق معاك تقول لي انا اللي ربيتك انا اللي ربيتك. ما خلاص يا عم انا زهقت. دي حقيقة، لان انا اللي ربيتك. وانا ما طلبتش منك تربيني، انت فاهم؟ ما طلبتش منك. ما طلبتش؟ ماشي يا عم. لا، ما طلبتش منك تضيع عمرك علشاني. تمام. ايه الورق ده؟ خد، افتح دول. دي فواتير قديمة وإيصالات وتقارير. فاكر يا كريم لما أمك تعبت في المستشفى؟ ايوه فاكر. أنا كان عندي وقتها فرصة إن أنا أسافر، بعت جواز السفر والتأشيرة علشان أهتم بيها وأكمل علاجها. ولما ماتت الله يرحمها أبوك ساب ديون كتير، أبوك العاجز، فكان لازم أنزل وأشتغل طول الوقت علشان أسدد الديون دي وأصرف على تعليمك، علشان ما أحسسكش بإن في حاجة ناقصاك، وتكمل تعليمك وتدخل الجامعة علشان تقف قدامي نفس الوقفة دي وعينك في عينيا وتكلمني بالشكل ده. وبعدين؟ مش مهم. انا ما كنتش اعرف. مش مهم ان كنت عارف هو ما تعرفش. ليه ما قلتليش الكلام ده قبل كده؟ لان اللي بيحب حد مش بيحاسبه على الحب اللي هو حبهوله ده، بالعكس هو بيديله الحب بدون تمن. علشان كده يا كريم اخترتش ان انا اقولك على كل التعب اللي كنت بشوفه علشان خاطرك انت وابوك. سامحني يا بلدوزر. انا عمري ما زعلت منك يا عبيط.